يعني من شان معك تفضل مهمة كثير، تشتيني اقعد بازية ولا في حويلات الشوارع. الله يسامحك يا عبد، الله يسامحك. بعدين شوف حبيبي، من هلا لازم تتعلم كيف تقوم بالواجب مع الناس، إلك بعدين انت ما سمعت علي بن زايد شو بيقول؟ قال اللي ما يغارم ويغرق لهالمنايا تشله. الله يشلش انت من صدق. اول اعملي الواجب معي انا مع بيتش، شوفي كيف بيتش، بعد اعملي مع الناس. الله يسامحك يا عبدولة، الله يسامحك. معقول تزعل ناجي حبيبتك؟ بعدين انا كثير لسه عندي شغل. شوف لسه ما كملت لبسي، الله يرضى عليك. طيب قولي خليني نروح سوا. لحظة قولي لي اليوم طبختي لنا حاجة ولا بدي زي كل يوم؟ يبعث لي حمى ان شاء الله على هالنسوة، والله مثل كل يوم. معلش دبر حالك انت، هاي لك شي شغلة خفيفة هيك تطبخها. لا تنسى لي هدول الامامير، الله يرضى عليك. جوعانين الامامير، وهذا الامر من حيطعميه؟ ولا شي اسمع كلمة ولا حرف، وبطلي حكي هالهلسة. والله مو بايدي، يعني عن جد مو بايدي. طلع علي ما عرفت انه متجوز سنتين. يزوج سنتين، يزوج 70، يزوج 90، شو دخلنا فيه؟ ها؟ شو دخلنا؟ حبيبي هذا الفئات بلكي رح تعمل مثله. بعمل مثله احسن منه، تكرمي. حرام عليكي، انا مدير عام تخليني مسخرة بالمطعم. يعني هلا هي جزاتي لاني بحبك وبغار عليك؟ ايوه، هذا هو العذر الازلي حقك. كل مرة تعملي لي مصيبة اكبر من الثانية وترجعي لي تقولي بحبك وبغار عليك. زي اللي بيقولوا مثل جني لقي فرسكي. فرسكي؟ ايه فرسكي. يا فرسكي بالله اشهدي على الطل، بالله اشهدي لي كيف عشق وبطل. هيا يا عمي انني جائع، اريد طعاما. لا يا بني، لن اعطيك طعاما هذا اليوم. لقد قررت توبيخك لانك لم تذهب الى المدرسة. نعم يا عمي، لن أذهب إلى المدرسة. نعم، لأنه ليس لدي ملابس جديدة ولا مكوية، فزملائي يعايرونني. نعم يا عمي، إنني أشعر بالحرج. يا بني، لقد أحزنتني. خلاص سأعطيك طعام يا ولدي، ولكن قبل أن أعطيك طعام استمع لهذه القصة. حبيبي هذا البرنامج عن شو اللي رايح تعمله؟ هذا برنامج التلفزيون عن الاقتصاد والشركات. طيب مين اللي حيساوي معك، مذيع ولا مذيعة؟ أنا إيش بعرفني، هذا شيء هم اللي بينظموه. لك حبيبي ما بصير، أنت اللي لازم تقول له لازم يكون مذيع. مو بإيدي، حرام عليكي. ما بدك تحاول. بحاول. حاضر. ليك لا بتقصص على حدا ولا بتخلي حدا يقصص عليك، لا نظرات هيك ولا نظرات هيك. فهمنا، اتفقنا؟ حفظنا، خلاص باي. شو قلت لك؟ ها مذيع؟ أريد طعاما. لا أريد قصة يا عمي، أنا جائع. اسمع، تعال عدل لنا غدا ولا عتمكنا قصص. صدق بدون تجاوب عن هذا، انتم ضيف، لما انكم ضيف، بس انتبه له، تمام؟ لا صرت غدا لا حد يهرب، لا حد يخرب ليش البيت بدون ما خرب، تمام؟ شد الله بساعدك. أهلا وسهلا، يا مرحبا فيكم. دخلي. أهلا وسهلا. طيب الله يوفقكم. ان شاء الله ما تبلع تطلع. آمين يا رب العالمين. عاجبك شو بخري لي اختي اوان. بخري ياسين عليك. ما شاء الله، اللهم صل على النبي على هالروايح الحلوه. عليه الصلاة والسلام. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. كرمتي مصر. تسلمي حبيبتي. بخري بس ياها، كيف انتم؟ تمام الحمد لله. هنا هذه اختي اللي حكيتني منها، شو رايك فيها؟ حلوه؟ والله بصراحة أنت ما الثنتين حاليات. بس اكيد انا احلم منها. الثنتين حاليات. إن ليش ما بتجي عندنا ولا بتزورينا؟ ليش؟ اكيد يا حبيبتي، اكيد انا بحب اجي لعندكم، بس انا ما معي وقت. انا جوزي اخذ لي كل وقتي، يعني ما فيني اتركه هالقد هيك. بخاف يقوم يتجوز علي بعدين. حتى هلا عنده مقابله بعد شوي بالتلفزيون لانه جوزي مدير عام. بس انا قلت بيجي شوي مشان ما تزعلوا انتم، يعني مشان خاطركم اجيت. بس بدي انصحكم نصيحه، يعني كلياتكم ديروا بالكم على جوزكم، لانه جوزكم اهم شيء بالحياه. اذا بتتركوهم هالقد هيك بيروحوا بيتجوزوا عليكم مباشره. اسالوني الي. مشان الله بقى، مشان الله فايدة تسكتي، لسه عم تعطينا محاضرات عن جوزها. يلا يا جماعة، مو بقى خلونا نحرك الجو. خلاص لا تسكت تعال يلا يا عيال، ما ضربت.
خلاص يا حبيبي يلا يلا قدمنا لكم طعام الذي زبادي تونة ها يلا يلا بسم الله ما هو لحظة ما هو هذا في واحد ناقص هناك والله ما بالله خرج. خرج كيف خرج؟ فرح أنت خرجت وهو خرج بعدك. خرج بعد مساء كيف خرج كيف تقول لي خرج؟ أنا قلت لكم بلا هو خرج خلاص أنت بتحلوها. خلصوا بهنا ولا عاد يهربوا وأنا أخرج ويخرجوا وأنا أهرب. ياسين عليك ياسين. شو رأيك نرقص شامي؟ ارقصي. يا قضامي مغبرة يا قضامي ناعمة جوزي لما نغبرها كانت جنبه نايمة. شوف عيني شوف رح شوف حركاتي الناعمة. وجاب لي الفستان بالورقة وقال لي اتفضلي يا اللي بقى. قلت له جسمي ما بيلقى لبسني وانا نايمة. شوف عيني شوف رح شوف حركاتي الناعمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. من هنا المصيبة؟ والله الحقيقة يا بنات كانت كتير جلسة لطيفة يعني وأنا استمتعت فيها، بس أنا لازم أقوم أروح، يعني اعذروني إن شاء الله. عن إذنكم. ليش الكلسيار قعدوا بدري؟ والله بدري من عمرك يا خيتي، بس تأخرت أنا لازم أشوف جوزي. يلا عن إذنكم. باي أختي باي. الله معك الله معك. خاطركم. ألو أيوة أنا اسمعي مش هقول لك. كلمي أم الولد هذاك اسمه وائل قول لها ابن ضاع. شو عم تقول؟ وائل ضاع؟ مساء الخير أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المفضل لقاء على الهواء. ضيفنا لهذه الليلة من الشخصيات الفذة والنادرة التي شقت طريقها في مجال الاقتصاد وإدارة العمل. تقف أمامه فيأسرك بشخصيته الجذابة. في عينيه بريق آخر يشع بالذكاء والتطلع إلى المستقبل. أما تقاسيم وجهه ففيها الإرادة وقهر المستحيل. أما قلبه الذي شغل العمل بنجاح مكانا كبيرا فيه، إلى أنه ما زال فيه أماكن أخرى تسكنها الحياة الجميلة. فللحب مكان، وللمشاعر الفياضة أيضا مكان، وللعواطف الجياشة مكان. أهلا وسهلا بك أستاذ سمير ونرحب بك. شكرا لك ومساء الخير الإخوة المشاهدين جميعا، وكمان أكرر شكري على تقديمك الرائع وكلماتك الجميلة التي تدل على روحك الجميلة ومشاعرك الفياضة. حقيقة ليس لأننا ضيف في برنامجك اليوم، لكن أنا من أشد المعجبين ببرنامجك ومن أكثر الناس حرصا على متابعته، حتى لو كنت في مكان يشغلني فيه عمل أو أي ارتباطات أخرى أحاول أني أفرغ نفسي خصيصا في الوقت المحدد لأكون من المتابعين لهذا البرنامج. بإمكانكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات التواصل معنا وعلى الهواء مباشرة على الأرقام التي ستظهر في أسفل الشاشة. في البداية ممكن أن نتحدث عن سيرتك الذاتية. تفضل من تدرس عشان مسوق. اصلا انت هذا اللي هامك بطنك وبس. بدي افهم لون الشنطه عملناه. لكن فرق بيني انا ايش دخلني؟ انا رحت حسب طلبك، انت قلتي ما تغدوش، رحت اجيب لهم غدا من المفروض كثر خيري، وركنت على هذاك الكبير على شوك ابوه. رجعت من الغدا قالوا قلت هلا ايش اسوي انا؟ المفروض كنت ما ترجع الا رجلك على رجله. رجلي على رجلي، اقول لك 4 ساعات وانا ادور عليه، ايش دخلني انا اروح ابوه ولا اخوه؟ كله علي انا.
تدري انا ما تعشيت ولا تغديت ولا استطعت ولا هي جاكلي مش وقت المدى رحمي نفسك. هذا فوق ما تقدر يعطيك العافيه، ما شفت صبري شو تعبان؟ معلش يعطيك العافيه بعدين، اشرب لك المداعة بيني وبينك هذه مضره لك مصبيان مضره. مشان الله مشان الله طول على نصك. والله شيء حلو، هي لك الجو استاذ سمير. الف شكر على بسيطة وانا اللي بدبرك. ومفتاح ما عندنا هذا الساعه. بدي اجي من جهه من المصايب. لحظه خير ان شاء الله. شو بدها هي الثانيه؟ الو اهلين سلمى. والله لهلا لسه ما رجع. ولا اينا شو بدنا نساوي؟ بكره عندنا شكمه؟ هي طبعا بيجي انا اللي بيجي. ليكي انا بالواجب ما بقصر بنوبها. بلاش تعرف ليش ضيعت ابني وهو عندك امان الدحين صدمت السياره وهو في المستشفى. انا ما فلتش، انا رحت اجيب لهم غداء وجيت وابنك هرب، نفعل انا. عم شوفها؟ قوم شوفوا، حكم والله تشمت. ولا تخلي هكذا. انا ما دخلني، انا بزي عند ابوك انت ومراتك ورحمه، هذا بدل ما تجيب من حدك يا ضاربني، قاعد تهتدي يا لي جمال انك ابني قد في المستشفى. هذا كله سبب بلدك الذي قالت البلد اني عدو بهل الوالد. والله ما هي بلدك سبب المصايب هذه كلها. والله ما هي بلدك. والله ما هي بلدك. لا تدخل ولا خرج ولا مدرعه. يبعث لي همه ان شاء الله، يبعث لي همه. لا 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 ليش نعمل فيه؟ عفوا معنا اتصال آخر. ألو سمير قوم اطلع من عندك بسرعة يلا. ألو قلت لك اطلع من عندك لساتك قاعد محلك. عفوا أختي، ممكن نتعرف على اسم الكريمة؟ أنا فادية مرته، بس أنت اللي مين؟ ها؟ من أول الحلقة عم تتغزلي بجوزي. العمى بعيونك شو ما بتستحي؟ لك العمى نظرتك شو زايغة؟ شو دخلك أنت بعيونه ولا بقلبه؟ قليلة ما خليتي قرنة بجسمه إلا ما تغزلتي فيها. عن جد ما استحيتي وعلى التلفزيون مباشرة كمان. شو دخلك بقلبه؟ قليلة شو دخلك؟ لك سمير لساتك قاعد محلك رح تجنني. قوم اتحرك من عندك يلا. صرتم امثال مدير العام بالتلفزيون. ومن اللي ما شافش اسالك بالله. يو انت بدعت مبدا. والله لو انا مكانه ما زيد ادخل الشركه. صباح الخير. صباح النور. وين الاستاذ عادل؟ الأستاذ عادل اتصل وكان إنه ما يقدر يجي لأنه من أمس هو في المستشفى. والله يا عالم، واحد مسافر المستشفى وواحد في الفندق. احنا لازم نوضع لنا حد للمهزله هذه. عفوا يا مدير، البرنامج حق امس. اي برنامج؟ البرنامج الذي كنت فيه يعني على الهواء. صالح. يعني كان ممتع ولطيف جدا جدا. ايوه نسمع واصل. بس يعني كان عندي ملاحظه انه الوقت يعني كان قصير. لانه ما اتاح لنا الفرصه انه نستمتع بالبرنامج. كنت تستمتع ها؟ مش انا مدير، يعني انا والمشاهدين كلهم. لا انت وحدك. يا الله مدير، الناس كلهم كانوا اسمع عموما، اخلصنا اللي في يدي وافرغ لك واوري لك المتعه. كل واحد يشوف شغله. معنا اتصال. اطلع من عندك يا سمير. صورتي شطلع عني. سلامات يا عادل. الضربة سطحية إلا الحمد لله مش أي حاجة. ممكن نشيل لك اليوم الرباط تروح حتى. يعني ما في ارتجاج؟ لا ترى الضربة بس. يلا الحمد لله على سلامتك. احنا هنا راسين من المملكة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا الله عادل؟ يسلمك. الحمد لله ان انا عرفتك. كنت اظن انا ان انا فقدت الذاكره. سلامات. كانت تكسر سلام الله ولا كانت تقع ضربة في الدماغ؟ وشو دارين ما فيش دماغ؟ لا فيك ولا فيني. ولا لو معنا دماغ ما نوتف الوتافة هذه. قسم بالله اني متافه. ما جابك لهنا يا خير. هذا الواجب حق المرض مع الجيران. آه. وصرت الضحيان.
انها بتحمل تحت راس المرأة؟ نعم. نتحمد الله. بنقول ما مرتاح الا انت تارك هذاك المجال تفعل اللي تشتي. قول لي انا اللي خانقه لي حتى الهواء كاتم علي. انا مفلتها عليك تحس انك مزوج. انا مفلتها لي مرة سدح مدح ما بحدني. سهل تفلتك سهل. انت اللي ما فعلت بي. صبحت لي على الهواء مباشرة امام الله والناس. والله دخلت الشركة كأني جالس إلا فوق شوكنا. كودا هربت. لا عاد بنقدر أقابل صديق ولا عاد بنقدر أقابل عمي ولا عاد بنقدر أعمل شيء يا سيدي. خلاص. أنت ما دخلش بيتي. أنا لو أدخل بيتي أحس إنك مجنون وسط السوق. ضابط القراطيس المشمعات الكراتي. أحيانا بينكم الصبح أدورني مع بين القارش وسط العدة. ما هو داخل البيت سهل. بنقول لك أمام الناس. أين زوجتك دلوقتي؟ إذا ردت لها أنا وفلتت قال لك معاها شكمة. نعم شكمة. وانا عاد انا بنقول اجي لها عندها تعقل اختها. لا عاد عقلها شو بلا تجننها خليها على ما هي بس. قال قلبي رهيف مثل ابرة الماكينة. ولي حين الصبر لي حينه. ما انا والله ما عاد قادر اصبر. وانا والله ما عاد فيني. انا خلاص نويت وقررت ما عاد ارجعش ابدا الا اذا حليت المشكله هذا حل نهائي. انا اقسم بالله ما عاد ادخل البيت هذا لو اضطر اقول بالجار. يعني انت معي؟ معك. يلا نفعل موقفنا لك. نفعل موقف مرة في عمرنا ما نجلس هكذا الحين. بعدك يلا فكر ما الموقف اللي نفعله. فكر يقع في علاج ناجع ان شاء الله. يلا فكر. وانت؟ انا راسي مضروب. صح. يا مصلي على النبي. عشان عندك تصير فكر. لساته مسكر. لا وين راح هذا الزلمه؟ ما راح يجرد. معقول يكون هو؟ بس هو معه مفتاح. مرحبا. اهلين نادية. هذه انت ليش هيك عم تدقي؟ ايش بك انت ما كنتي تردي مدفوسه يعني ما تترعبي من هذا الرعب؟ فوتي اختي فوتي. اختي عاد المرأة لها كل شيء. ليش وينه عادل؟ انا مأمنة لهلا ما رجع على البيت. لا هيك كمان طفي لي موبايله. إيه مو بس انت جوزي انا كمان من الصبح مسكر موبايله. والله راح نجربه ما عم دق له وما عم يرد علي مسكر. ايوه بدهم يكونوا راحوا. لك نادية معقول يكونوا طفشوا؟ طفشوا قال. ايه لا بقلهم بدنا نسد مع رد. لا اختي لا الله يرضى عليكي. احكي هذا الحكي عن جوزك. انا جوزي بدي يرجع. اختي لازم يرجع لازم. تصفي روحي طول عمرك جدبة انت. على وقت المدى جيت يا ورد توردنا عليك ورحت يا ورد ما احنا سائلين. هذه اللي قصتكم مع حريمكم؟ هذه ما نسيتوا شيء؟ ما نسينا شيء. مداعة والجنان خلاص ما نسينا شيء. خير ان شاء الله. فادي اخت نادية اخت فادي اخت نادية. احنا قد وصفوك لنا وصف قالوا في يدك الشفاء ان شاء الله. احنا مستعدين يا رب. زين عندي لكم حل. بشري. راح اعطي كل واحد منكم 3 بيضات. بيض. هذا بيض السعادة. وايش نسوي فينا يعني هذا؟ اجيب في السالفة. كل بيضة من البيضات اللي عندكم تحقق إلك أمنية وتغير صفة من صفات زوجتك. بس بشرط. نعم. كل بيضة تكسرها وانت في سطح البيت وتكون في الليل وتكون بروحك. نحن عشان نفهم يعني هذا البيض يعني اذا انا اشتي اغير صفه من صفات زوجتي اطلع السطح بالليل وكل حالي واتمنى امنيه واكسر البيضات تتحقق الامنيه. اكيد. وتتغير زوجتي ان شاء الله. الله يجزيك عن الخير. الله يجزيك عن الخير. طيب وهذه الملونه هذه البيضة فيها سر كبير وتحقق إلك أماني كثيرة. بس لازم تكسرها آخر بيضة. آخر بيضة يعني معنا 3 أمنيات يكفي يا رجال. ايش كم عن جسم نتمنى. وهذه قد فيها خير. وهذه قد الأخيرة اللي عاد تحل كل شيء.
الله يجزيك عنا الخير، الله يجزيك عنا الخير، بس اكيد البيض هذا مفعوله اكيد. هذا بيض السعاده والسرور من يومنا هذا الى يوم النشور. يلا نجرب على الله، ندري تنفع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البيضة على نية ان زوجتي تهتم ببيتها. شو هذا؟ ثم على نية ان زوجتي فادية تترك هالغيرة وتحاول تسعدني وتعوضني عن ايام النكد. بسم الله. شو بني؟ نفس المناظر ولا في اي جديد. والله كان اكلت البيضة كان احسن. شو هذا؟ شو هذا؟ معقول انا جهز بالي ببيتي؟ عبدولي تعال شوف تعال. بدي افهم انا، ليش ما كنت تقولي جهز بالي كلها هيك ببيتي؟ لا كيف اقول لك انت شوفي بنفسك ولا لا؟ يبعت لي همها ان شاء الله، يبعت لي همها. عبدول اسمع، من هلا من هاي اللحظة هاي اللي نحن واقفين فيها، بتروح على السوق، بتجيب لي كل انواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، هذا البيت خلال ثواني بدي اشوفه مثل المرايا ها. والله انه البيضة نفع. بعدين تعال اقول لك تعال، شوف الحيطان هي، شوف الحيطان، بتعرف شو سبب الشحان اللي فيها؟ هي المقوصة. ايوه والله سبب هذه المقبصة. تعال شوف وراي، تعال شوف. تعال شوف. هي خلال ثواني بدي الاقيها برا. ايوه هكذا برا ما برا. دحين مرة. ايوه وخرج ابوها مرة. البيضة الباي.